زينة اي ست شعرها. خدي الخطوات دي من لشعرك وما ترجعيش ورايا ابدا. طالع لك بدل الشعر مسامير. مش المهم اكون مليانة، المهم توزيعة الدهون تكون صح. كده انت ما بقيتيش ست مغرية. تعرفي ان 30 يوم مدة كفاية قوي عشان تعملي تغيير حقيقي وشامل في نفسك، بشرط لو التزمتي بكل النصايح اللي هقولها لك النهاردة من بكرة لحد العيد حرفيا وعن ثقة هتلاقي نفسك واحدة تانية خالص. غيري الفكرة القديمة دي بقى، عشان اعمل تغيير على العيد اروح اضرب شعري مشط وشيطه. انا منكرش انه بيكون تغيير، بس تغيير للأسوأ. هنبدأ سوا انا وانتي من بكرة في خطة شاملة، بشرة والشعر والجسم والنفسية. اتحدي نفسك في حاجة واحدة صح، ابوس ايدك. عايزين ندخل العيد كده واحنا بوس الواوا، ولا حتى اخصمك. وقفي الفيديو، روحي اعملي لك كوباية شاي اخضر دلوقتي او اي حاجة سخنة تشربيها، وتعالي عشان تركزي معايا كويس قوي. بس الاول اوعي تنسي زي كل فيديو تشجعيني بلايك وتدعيلي بسرعة دعوة حلوة في الكومنتات. هعلق الاول على كومنت ضحكني بطريقة فظيعة، جالي على فيديو في قناتي دي. انا مش فاكرة بصراحة الفيديو ده كان بيتكلم عن ايه. واحدة بتقولي يا سهى انا بحب اتفرج عليكي قوي، بتحسسيني ان احنا عايشين. اما احنا ايه؟ لا احنا عايشين بالفعل. انا عايشة وليا وجود وليا اهمية. الكومنت ده مرفوض رفضا نهائيا. ازاي واحدة تكون عايشة حاسة ان هي مش عايشة؟ انت مش واخدة بالك انك انت اساس الكون؟ زعلتيني عشان تكوني من متابعيني وتقولي الكلمة دي. طيب خلينا بقى الاول كده نكون متفقين ان حلاوتك وجمالك هيبدأوا الاول من جوه قبل ما يظهروا من بره. بمعنى يا سهى، بمعنى ان لو جسمك مليان سموم ما تستنيش ابدا ان اغلى الكريمات حتى تعمل معاكي مفعول. ده حتى بصي لو خلطة العفريت الازرق ولا هتجيب معاكي اي نتيجة. المية 2 لتر يوميا لازم يتشربوا. المية هي اللي هتخليكي براقة، هتخليكي منورة، هي اللي هتشد بشرتك، هتخلي ما فيهاش تجاعيد. بشرتك هتكون صافية جدا ما فيهاش اي عيوب، وهتكون كلها نضارة. بالذات ان احنا في ايام معظمنا بينسى فيها المية، وترجع تقول انا ايدي مخشنة كده ليه، انا بسبوز رجلي مخشن كده ليه، انا حاسة ان بشرتي خشنة ومشدودة. وردة دبلانة مش مروية. هتعملي ايه بقى؟ هتعملي زي ما انا بعمل بالظبط. ازازة مية موجودة في مكان قدام عيني، رايحة جاية ببص عليها، ازازة المية دي فيها شريحتين برتقان او شريحتين ليمون، ورقتين نعناع، عودين قرفة، اي حاجة موجودة عندك في البيت، او ممكن كمان شريحتين فراولة. وتحدي نفسك ان الازازة دي لازم تخلص النهاردة الصبح على الريق. عليكي وعلى كوباية البقدونس المغلي والكرفس، يا خبر ابيض، هتنضف وتفلتر جسمك كله وكمان كليتك. مش بس كده، ده كمان هيخليكي تنزلي في الوزن في ال30 يوم. في ال30 يوم. او تعملي مشروب تاني. المشروب ده انا بسميه مشروب الانوثة. كوباية مية دافية عليها عصرة ليمون ومعلقة عسل ابيض، وتقلبيهم وتشربيهم الصبح على الريق. مفيش مصطلح يشرح مفعولهم قد ما هقولك ان المشروبين دول هيخلوكي انتي انثى بجد. عاوزة تلاحظي فرق شاسع في ال30 يوم دول، يبقى توقفي بسرعة مقليات، وقفي دقيق ابيض لمدة 30 يوم بس علشان تشوفي الفرق. عايزة اقولك ان السكر عدو جسمك الاول. الناس اللي بشرتها تحسيها شحبة مطفية، كلها ديفوهات باينة في وشها، يا اما بتكتري سكر يا اما بتكتري ملح. لا انا ركز اكتر على البروتين والخضار. بصي ان شاء الله حتى تبدأي بيهم هم اكلك، وبعد كده تكملي بالنشويات براحتك، بس املي معدتك بيهم الاول. دهون في جسمك هتنزل، حبوب في بشرتك هتختفي. فرصتك بقى تعملي اللي انا بقولهولك ده في رمضان، لان كده كده احنا اكلتنا بتقل. تعالي بقى للمرحلة اللي بعدها، وهي اني مش لازم عشان اكون ليدي كده في نفسي استخدم
حاجات براندات غالية وتكون بمبلغ وقدره بشيء وشويات، لا انا اوفر تمن الحاجات البراندات دي واروح اجيب لي بيها مقويات او فيتامينات لجسمي، واستبدل الحاجات الغالية البراندات دي بحاجات موجودة حواليا رخيصة. بصي اصلا انا هقولك على حاجة، المهم هنا هو مش اني كل ما استخدم حاجات غالية كل ما هنور زي البدر مثلا، لا، المهم هنا انك تستمري. مفيش واحدة فينا هتروح تجيب حاجة غالية وهتعرف تستمر عليها، خلينا كده صراحة مع بعض. فانا هنا ممكن استبدل الحاجات اللي بعمل بيها روتين لبشرتي والجسم غالية، استبدلها بايه؟ غسول مناسب لنوع بشرتك زي مية الورد مثلا، واسيبها تنشف لوحدها على بشرتي، وبعد كده ارطب ببنسينول. استمر على الحاجتين دول صبح وليل كل يوم لمدة 30 يوم، انت هتلاقي نفسك بتقولي للبدر قوم وانا اقعد مكانك. اعملي لنفسك كل يوم مساج لوشك. الحاجات دي حقيقي وعلمية جدا، ان اعمل لوشي مساج يرفع ملامح وشي لفوق. مش بس كده، ده انت كمان هتضيعي اي انتفاخ او اي تجاعيد موجودة في وشك. بعدها على طول يجي التقشير مرة واحدة بس كل اسبوع. مفيش احسن من السكراب الطبيعي في البيت، معلقة قهوة على معلقة سكر وشوية زيت، وبعدها على طول اعمل ماسك ينور بشرتي او يخلي فيه نضارة في بشرتي زي الزبادي على العسل، او ماسك النشا اللي انا قلتلك ماشية عليه على طول ما بغيرهوش ابدا. هسيبلك الفيديو اللي قلتلك فيه الماسك ده وطريقة استخدامه في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. تعالي بقى لتالت مرحلة واهم مرحلة، اللي هي زينة اي ست شعرها. لازم اكون على اقتناع تام ان شعري مش محتاج غسيل بس، ده محتاج تغذية. خدي الخطوات دي مني لشعرك وما ترجعيش ورايا ابدا. حمام زيت مرة واحدة بس كل اسبوع. اعملي ميكس ما بين زيت جوز الهند، زيت الخروع، زيت الارجان. اهم حاجة ان الزيوت دي تكون اصلية جاية من عند عطار كبير ليه اسم، تكون يعني واثقة في الزيوت دي. هتدلكي بيهم فروة راسك وانتي باصة لتحت علشان الدم يوصل للبصيلات بتاعت شعرك. طالما نويتي لشعرك النية اللي هي انك فعلا تعالجيه وتلاحظي فرق كبير في خلال 30 يوم، يبقى تبعدي عن اي حرارة، تخفي حرارة خالص، ولا استشوار ولا مكوى ولا اي حاجة. سيبي شعرك يرتاح، سيبي شعرك يتنفس عشان يعدي 30 يوم عقبال ما يجي العيد تلاقي شعرك هتلاحظي الفرق. هتلاحظي ان هو بقى لو فراغات عندك هتبدأ تنبت، لو تقصف هتلاقيه هدي خالص، هيشان هتلاقيه هدي برضو، لو شعرك مفيهوش لمعة هتلاقيه بقى بيلمع. يعني المهم انك هتحسي شعرك بقى في بدايات مرحلة الشعر الصحي. شعرك مقصف، قصي سنتي واحد بس منه فورا، بشرط تكوني مش في ايام البريود، تكوني طاهرة، وانتي بتقصي السنتي ده تسمي وتتشاهدي كتير جدا مع كل قفلة وفتحة مقص. انا قلتلك خدي مني وما ترجعيش ورايا. خلي اسنانك نضيفة وبراقة دايما. السر في ايه؟ في برشامة فحم بس. تجيبي شريط فحم من الصيدلية، تطحني برشامة وتاخدي بفرشة السنان وتدعكي بيها اسنانك. اعملي الحركة دي مرة واحدة بس في الشهر عشان كترها بيكون غلط على مينا الاسنان. تعالي بقى للمرحلة اللي بعدها وهي مرحلة الجسم الناعم. حطي تحتها 100 خط، جسمك يكون ملمسه ناعم ومشدود. جربي تمشي على قديمه، تجربي طريقة ستي وستك، وسيب الشفرة دي للرجالة. ابوس ايدك بترجعي تعيطي بعد كده لما بتلاقي نفسك طالعلك بدل الشعر مسامير وبزوز وحبوب لونها بني وجلد وزة ومشاكل ملهاش اخر. قدامك حوالي 38 يوم هتعملي فيهم ممكن مرتين مثلا سويت. السويت هتنعمك جدا، السويت هتفتحك جدا لانها بتشيل طبقة من الجلد الميت اللي على الجسم. معاها في الفترة دي تعملي كل 10 ايام او حتى كل 15 يوم حمام مغربي. برضه هسيبلك لينك طريقتي في الحمام المغربي في اول تعليق مثبت. ده مش اي حمام، ده حمام العروسة.
تحركي كل يوم في البيت 20 دقيقة، ان شاء الله حتى تقومي ترقصي، والله العظيم هتتشدي بطريقة فظيعة. ولا تقولي لي بقى بطن مدلدلة، ولا تقولي لي دراعات مرهرطة، ولا ارداف، ولا معرفش ايه، ابدا. جسمك هيكون متناسق، وتوزيعة الدهون هتكون مظبوطة. هو ده المهم. مش مهم، مش المهم اكون مليانة، المهم توزيعة الدهون تكون صح. بعد كل شاور في الفترة دي رطبي جسمك. انا بستخدم زيت جونسون اللي هو بتاع الاطفال. مش عايزة تستخدمي جونسون، اي بيبي اويل، جسمك يكون مندي كده، حاجة بسيطة، وتحطي بقى على جسمك، غرقي جسمك من الزيت ده. خطير خطير خطير، ريحة ونعومة وبصي ايدك كده هتتزحلق من على جسمك. حلو بطريقة فظيعة. هيخلي بعد كده مع الوقت ومع كل اللي انا قلته لك ده والمشروبات والكلام ده، ريحة عرقك اصلا هتبقى حلوة. يعني انا بغير هدومي، ريحة عرقي مش بتكون وحشة ابدا خالص، مفيش ريحة عرق اصلا. تعالي بقى للمسة الأخيرة، وهي لوك العيد أو ستايل العيد. ده اللي هيبقى البوم بقى، المفاجأة. بصي يا قلبي، لما تيجي تختاري بيجامة العيد أو اللانجري بتاع العيد، هختاره مش عشان شفته على المانيكان حلو، أو واحدة صاحبتي أو أختي أو جارتي أو جايباه فقسيته قدامي أو وريتولي فشكله حلو وأنا رحت أجيب زيه. لأ، انا هجيب الحاجة اللي هتكون مناسبة لجسمي انا، وهتبرز جمال جسمي. ممكن الحاجة تكون تحفة واو وغالية وشيك ومفيش بعدها، بس اجي انا البسها بينت ديفوهاتي، فاصبح هنا ان الشكل بدل ما هو بقى حلو بقى مشمئز. يعني مثلا عندك بطن، عندك سوة، يبقى هبعد عن الحاجات الضيقه اللي نازله ضيق خالص. لا، اجيب الحاجات اللي بتكون ماسكه من تحت الصدر ونازله على واسع. واحده مثلا عندها سيلوليت، فمنظر الارداف عندها ما بيبقاش احسن حاجه، اجيب لانجري مغطي لغايه تحت الارداف، لغايه اول الركبه. شعري لما باجي افرده مقصف من تحت ما بيبقاش مظبوط، يبقى اعتمد دايما القصات المرفوعه، واخلي الشغل كله في المنظر او الشكل قدام. ومش بيكون وحش، بيكون جميل جدا جدا، بيكون كده حاجة مغرية وكيوت في نفس الوقت. دراعي مثلا في خطوط او مليان شوية، يبقى اجيب تاتو اللي هو المؤقت ده، مثلا اشكال كبيره واحطها مثلا على دراعاتي. اجيب الشوكر اللي بتلف على الدراعات، اللي هي اكسسوارات الدراعات، والفها على دراعي كده، انا اكون ببرز جمالي وبداري الديفوهات اللي عندي. جربي الوان جديده عليكي في اللبس او الميك اب. مش معنى اني بقولك جربي ميك اب جديد او الوان جديده يبقى هحط العدسات وهرسم الحواجب وهجيب رسمه العين من اول هنا لحد هنا، والحسنه هنا والحسنه هنا والحسنه هنا والروج الاحمر. كده انت ما بقيتيش ست مغريه، انت بقيتي تشاكي. بلاش ابوس ايدك العدسات في البيت، بلاش الرموش اللي عامله زي المساحات، والحسنه اللي بتتحط بالقلم، ورسمه الحواجب التقيله، والشعر الاصفر المشط. بلاش كل دي حاجات ما بتخليكيش ابدا ست مغريه. بالعكس، احنا كستات لما ببص لواحده زي كده بخاف، او مش بخاف يعني، بقرف او بحس باشمئزاز. تخيلي انت راجل يشوف ست زي كده برضه هيحس بنفس نظرة الاشمئزاز او القرف. انا هكون حلوة لكن هكون كيوت ورقيقة في نفس الوقت. اخر حاجة اهم حاجة هكلمك فيها هي ثقتك في نفسك. عندك ديفوهات في جسمك مضايقاكي، كلنا يا قلبي عندنا ديفوهات في جسمنا مضايقانا، بس يا بنحاول نعالجها او بنحاول نداريها. طالما انت ست نظيفة، طالما مش طالع من اي مكان في جسمك ريحة وحشة تخلي جوزك ينفر منك او يشمئز منك، يبقى انت كده ملكة برنسيسة في نفسك. نفسيتك تعبانة، ايا كان اللي مضايقك، خدي الامور ببساطة عشان صحتك اهم. ومش حزنك ولا زعلك ولا سدة نفسك من الكون كله هي اللي هتحل المشاكل، بالعكس دي بتزودها اكتر. بدل ما هي مشاكل مثلا
في الامور الحياتيه عادي بقت كمان مشاكل صحيه. الزعل والنفسيه اللي زي الزفت هتطلع لي تجاعيد، هتطلع لي هالات سودة تحت عيني، يبقى تغور هي وصاحبها. ايوه عشان اللي يزعلنا ما يلزمنا. قومي عيشي حياتك، توهيها عن نفسك وسيبيها على ربنا، وهي هتمشي وهتتحل لوحدها. ولا هي اول مشكلة في الدنيا ولا اخر مشكلة هتواجهنا في الدنيا. بس كده، هو ده كان نهاية فيديو النهاردة. اتمنى فعلا تاخدي الفيديو دوت ونصايحي بمحمل الجد وتبدأي معايا. خلينا نبدأ كلنا مع بعض بداية جديدة في حياتنا، غيرنا فعلا كلنا للأفضل والأحسن عشان احنا نستاهل. شوفك ان شاء الله في فيديو جديد، وانتي احلى ست في الدنيا كلها. ويلا سلام.